ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر وفيديو جديد. طبعا كان في ناس كتير كتبت لنا اكتر من كومنت ان ازاي ارفع المستوى بتاعي، سواء انا مثلا كنت بي 1 وعايز اطلع بي 2، او انا مثلا عندي مشاكل في حاجه معينه زي مثلا مشاكل في البرونانسيشن او نطق بعض الكلمات، او انا مثلا عايز اعمل كونفرسيشن مع حد ومش عارف ازاي ممكن اعمل الموضوع ده، او انا طبعا بحاول اتعلم بس انا مش بستمر وبفقد الشغف بسرعه. في الفيديو احنا هنرد على بعض الكومنتس اللي جات لنا على الفيديوهات اللي فاتت، وهنحاول نحل المشاكل عند الناس دي، سواء بقى مشاكل في الكلمات، سواء مشاكل في النطق، سواء مشاكل في ان انا مثلا عايز اعمل خطه لنفسي. كل الحاجات دي هنحاول ان احنا نعملها بشكل فعلي في الفيديو ده. طبعا ما تنساش تشوف الفيديو للاخر، ولو انت طبعا جديد في القناه بتحاول تتعلم انجليزي ايا كان مستواك ايه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لي كومنت. ويلا بينا. اول كومنت بيقول I want to move from B1 to B2 and I need a good plan please. والكومنت التاني بيقول انا عايز اطلع من B1 ل B2 وعايز خطه كويسه. طيب احنا عامه في الفيديو ده هنشتغل على ويب سايت واحد بس هنقدر نحل بيه المشكله ديت، او نعمل خطه من B1 ل B2. طبعا الويب سايت اسمه ello.org. طبعا هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن علشان تقدر ان انت تتابع معانا. تمام. طبعا انت اول ما تفتح ello.org زي ما انت شايف كده بتشوف طبعا الويب سايت من بره، بيقول لك طبعا انت ممكن تتعلم انجليزي لو انت مستواك A1 A2 B1 B2 C1. طبعا احنا عايزين نشوف ازاي ممكن نشتغل على خطة معينة بحيث ان احنا نطلع من B1 ل B2. اول حاجة انت اول ما تنزل لتحت طبعا هيبقى عندك اكتر من خيار. اول حاجة عندك lessons، تاني حاجة عندك video، بعد كده عندك levels، contact، podcast. خلينا مثلا نبدأ اولا ب levels. طبعا لما بفتح الليفلز بختار طبعا الليفل اللي انا عليه. لو انا مثلا بي 1 عايز اطلع بي 2، خلينا مثلا نبدا ببي 1 اللي هو الانترميديت. تمام. طبعا انا اول ما بفتح البي 1 انترميديت انجلش ببدا طبعا اشوف الحاجات اللي هو مظهرها لي. طبعا زي ما انت شايف بعض الفيديوهات انت طبعا بتختار زي ما انت عايز. في عندك طبعا كل فيديو بيبقى مظهر لك الشخص اللي بيتكلم في الفيديو ده هو منين. يعني مثلا عندك ريتشل من استراليا، في عندك منال من الجيريا. طبعا انت لو انت لسه في البدايه ممكن طبعا ان انت تختار حد يكون الاكسنت بتاعته بسيطة شوية بحيث ان انت ما تحسش بصعوبة ان انت تسمع، او تحس بصعوبة وهو بيتكلم مثلا فما تعرفش مثلا ان انت ايه تكمل الفيديو. طيب ده طبعا بيبقى فيديو بسيط جدا وصغير علشان انت طبعا ما تزهقش وما تحسش ان انت بتمل بسرعة. يعني الفيديو ده بيتكلموا عن حاجة معينة، يعني كل فيديو هتلاقي فيه كلام عن حاجة معينة. يعني مثلا ريتشل من استراليا بتتكلم بتقول لك What is a company you admire. طبعا احنا اكيد هنتفرج على الفيديو دلوقتي ونشوف طريقة النطق والكلمات، وهنحاول ان احنا نعمل ريدنج سوا. وطبعا لو في كلمات جديدة هقول لك ازاي ان انت تطلعها وتبدأ تستخدمها بعد كده. فانت خلي بالك لازم تركز معايا كويس جدا ويكون معاك ورقة وقلم وبتكتب كل حاجة علشان تستفيد. Hi, my name is Rachel and I'm from Australia. So, my question is, what is a company you admire? A company I admire, I believe it's Beyond Blue. They help with mental health issues and they support different people from around the world if they are struggling. Another company I admire is, I think it's WW something. It's to do with wildlife. They help animals. They do a lot of environmental work, and in general, any company that really helps a person, a place, is a company that I support and that I think is really great. اوكي. طبعا انت بعد ما اتفرجت على الفيديو من غير طبعا اي سبتايتل بتحاول ان انت ممكن تشوف الفيديو تاني بسبتايتل. ده انت لو حسيت باي نوع من الصعوبه في ان انت تفهم اللي بيتقال. طيب هنفترض طبعا ان انت دلوقتي اتفرجت على الفيديو وان انت خلاص فهمت شويه، بس محتاج بقى ان انت تطلع الكلمات الجديده وتعمل ريدنج صحيح زي اللي في الفيديو كده بالظبط. طبعا خلينا نعمل ريدنج بشكل صحيح وانت محتاج تسمع كويس جدا وتعيد وتكتب اي حاجه جديده انت بتتعلمها. What is a company you admire? A company I admire, I believe it's Beyond Blue. They help with mental health issues and they support different people from around the world. If they are struggling, another company I admire I think is WW something. It's to do with wildlife. They help animals, they do a lot of environmental work, and in general, any company that helps a person, a place, is a company that I support and I think is really great. طيب دي بقى القرايه العاديه، او دي الطريقه اللي انت المفروض تكون بتقرا بيها. طيب علشان انت تقرا بنفس الطريقه تعال نركز على بعض الحاجات المهمة اللي هتخليك تقرا بالشكل ده. أول حاجة هنركز عليها ال R وال L. يعني مثلا عندك كلمة admire. طبعا أنت ما ينفعش تقول admire. ليه؟ لأن أنت هنا قلت ر ما قلتش R. أنت لازم تقول حاجة من الاتنين، يا إما admire
او admire. وطبعا كلمة admire هنكتبها على جنب علشان دي هنعتبرها كلمة جديدة قابلناها. طيب ازاي اخلي بالي من ال L؟ عندك نوعين من ال L، عندك في dark L وعندك في light L، وطبعا الموضوع ده اتكلمنا فيه وشرحناه في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت. light L اللي انت بمنتهى البساطة هتقول لا، ودي طبعا بتتقال لما يكون ال L جاي بعديها حرف متحرك زي ال A وال I وال O وال U وال E، فدي light L. طب ال dark L اللي انت بتقول L، زي مثلا هنا في كلمة mental health. mental health طبعا ما تقولش mental health. علشان توصل لنفس مستوى القراية اللي احنا عملناه دلوقتي حالا لازم تركز على النقاط المهمة دي. فاحنا هنا هنقول mental health. mental health يبقى انت هنا هتاخد بالك من ال TH، فانت بدل ما تقول health هتقول health. ولو بصيت على كلمة health هنا في ال L مع ال TH، يعني الاثنين جايين مع بعض، يعني تقول health. خد بالك من ال TH وال L. وطبعا كلمة mental health هنكتبها على جنب ككلمة جديدة. طبعا لازم تاخد بالك برضو من ال T مع ال R، لما ال T بتيجي مع ال R مع بعض بتتنطق sure. فانت هتقول struggling. لازم الصوت ده يكون واضح علشان انت تقدر توصل لنفس مستوى النطق. وطبعا هنكتب كلمة struggling على جنب. طبعا عندك كلمة wild life، دي طبعا فيها dark L و light L، يعني كلمة wild دي dark L والlife دي light L، فخلينا برضو نكتب wild life على جنب من الكلمات الجديدة. طبعا environmental دي اخرها dark L، فهنكتبها برضو على جنب من الكلمات الجديدة. ونزود كمان معاهم كلمة in general. كده انت بعد ما عملت الليسننج وعملت الريدنج وطلعت بعض الكلمات الجديدة هتكتبهم بقى على جنب علشان تشوف ازاي انت ممكن تحفظ الكلمات دي بشكل ما يخلكش ان انت تنساهم ابدا، وكمان ما تزهقش وانت بتحفظهم. طبعا بعد ما بتاخد الكلمات اللي انت طلعتها من الريدنج اللي احنا كنا بنعمله دلوقتي بتبدأ تحط الكلمات ديت على تشات جي بي تي وبتقول له اكتب لي small article using these words. تقول له يعني اكتب لي زي مقال كده صغير بيستخدم فيه الكلمات اللي انا طلعتها دي. طبعا الشات جي بي تي بيبدا يكتب لك السمول ارتكل ومستخدم فيه طبعا بعض الكلمات اللي انت طلعتها من الريدنج، وبيبدا طبعا ان انت تقراها بعد كده. بعد ما بنكتب الارتكل طبعا احنا عرفنا معاني الكلمات ايه ودخلناها في الارتكل. بتبدا طبعا انت تقرا المقال الصغير اللي الشات جي بي تي عمله لك. ممكن طبعا تقول له اكتب لي قصه، ممكن تقول له اكتب لي ستوري، وتبدا ان انت تقرا القصه اللي هيكتبها لك او المقال اللي هيكتبه لك وتستخدم فيه الكلمات الجديده. طبعا انت بتجمع عدد معين من الكلمات وتدخله مثلا في قصه، بعد كده مثلا تلاقي كلمات جديده تقول له حط لي الكلمات ديت مع الكلمات القديمه وكمل لي القصه. وتقدر انت بقى تعمل قصه وسيناريو وما اعرفش ايه مدخل فيه الكلمات بتاعتك وانت قاعد بتقرا عادي جدا. فالطريقه دي هتخليك بشكل لا واعي تحفظ الكلمات او اي كلمه جديده انت تقابلها. فده طبعا هيبقى مفيد جدا بالنسبه لك، خصوصا لو انت بترفع مستواك من B1 ل B2. تمام، ودي تعتبر اسرع واسهل خطه انت ممكن تمشي عليها لمده شهر علشان تحس بالفرق. طبعا ما تنساش تسيب لي في الكومنت لو انت الخطه بالفعل عجبتك علشان نكمل فيها ونعلى من B2 ل C1 كمان. وطبعا لو انت بتحاول تتعلم انجلش لوحدك وعايز حد يساعدك ممكن بمنتهى البساطه تكتب لي كومنت، وطبعا هرد عليك عشان ابعت لك تفاصيل الكورسز وتاخد 15% ديسكاونت. ما تنساش طبعا لو انت كملت الفيديو للاخر تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد عشان نكمل خطه B1 ل B2.